متى تقال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل؟ الغالب عند كثير من الناس قولها في الشدائد والكربات، وهذا مقام من المقامات التي تقال فيها هذه الكلمة، لكنها دلت الدلائل في الكتاب والسنة على أن هذه الكلمة تقال عند جلب النعماء، وأيضا عند دفع الضر والبلاء. تقال عند في مقام جلب النعماء، وفي مقام أيضا في مقام دفع الضر والبلاء. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذا مقام ماذا؟ مقام جلب نعماء أو مقام دفع ضر وبلاء. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذا مقام جلب النعماء، كما أنها أيضا تقال في مقام دفع البلاء. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا.